بقول الله ودود، يعني محب لكم عطوف. ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في بداية الفيديو كده ما تنسوش تصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا فانزاتي يا فنانيزي يا حبايب قلبي؟ برحب بيكم كل اللي بيتابعني على دماغي، والخمسة ستة اللي بيشوفوني كده برحب بيهم وبقول لكم أهلا وسهلا بيكم في قناة المتواضعة. مشرفين ومنورين والله. النهارده بقى اعمل لكم اكله. لو معاكي 20 جنيه وموجود عندك طلبات في البيت، مثلا الطماطم والبطاطس والحاجات دي والرز، تقدري تعملي ب20 جنيه اكله وتقضيكي وتدفيكي في الشتاء وتقضي الاولاد، وما شاء الله بترمي معانا. يعني ممكن تعملي منها 10 اطباق ولا حاجه ويقضيكوا ويكفيكوا. بصلتين كده وطماطميتين وبطاطايه وجزرايه. بعد ما نغسل العدس حلو كده ونحط الميه بتاعته حسب ما انتوا عايزاه، انواع يعني. في ناس بتحبه تقيل وناس بتحبه خفيف. احنا عندنا بنحبه خفيف شويه، ما بنحبوش تقيل اللي هو بيبقى عامل زي البصاره ده، لا بنحبه خفيف. تقطعي بقى الحاجات دي وتحطيه عليهم وتروح حطاهم على النار. ومرقه دجاجيه بتخلي طعم العدس الشوربه جميل، او شوربه العدس، يا عدس شوربه يا شوربه العدس حسب الاسم اللي بتقولوه. وتروح حطهم بقى يتسلقوا على على النار، وتروح سايباهم بقى مطلعهم كده على الرخامه يبردوا، عشان اللي عنده هاند بلندر يعملوا بيه. اللي ما عندوش بقى يعملوا في الخلاط عادي زي ما انا بعمله في الخلاط كده. والشعريه بقى بتتعمل بطريقتين. اما تسيبي العدس يبرد كده وتعصريه، هتروحي الشعريه دي بقى بتتعمل بطريقتين. الطريقه الاولى انك بعد ما تعصري العدس تروحي جايبه في الحله توم، حته تومه كده، وتروحي حاطاها في الزيت، لما تبدا تصفر كده تروحي حاطه عليها الشعريه ومحمراها، وبعد كده تحطي عليها العدس. لا، الطريقه اللي انا بعملها دي جميله. وعندي الاولاد ما بياكلوش لا بصل ولا توم في الاكل. البصل كده اللي كنت بعصره في وسط الحاجه ما يبانش خالص، لكن لو لقوا بصلايه في الاكل ما بياكلوش. طبعا مش عارفه الطبع فيهم والله، اي اكل فيه بصل ما بياكلوهوش. والتوم يعني ممكن او ممكن لا، بس انا منعا لان هم بيقرفوا كده وبيستفرغوا. ما بعملش انا بقى بتوم عشان الاولاد. لكن انت لو عملتها بالطريقه دي بقى، تروحي جايبه حله تانية ومحمره بقى الشعريه فيها، وتروح حاطه عليها شويه ميه وتسيبها ماشي تستوي قوي، نص شويه كده، نص سوا. وتروح حاطه عليها بهاراتك بقى زي ما انا عملت كده البهارات، وتروحي راكنها على جنب. هي دي الطريقه جميله، بتلاقي الشعريه مفلفله في العدس وجميل. لكن الطريقه التانية دي ما بحبهاش صراحه، بتخلي لازم تقلبي على طول. وبعد كده بقى تعصري العدس اهو. شوف ما شاء الله البصل وكل حاجه، البصل مش هيبان فيه لانه هيتعصر معاه في الخلاط. تعصريه بقى وشفشق شفشق كده وتصفي على طول، تعصري وتصفي. انا بعصر اهو انا معاكم. الطريقه دي جميله. احنا بنحبه بقى خفيف، والناس بتاكله بعيش وفي ناس بتاكله برز، حسب. احنا بقى بناكله برز برضه غير عياله جدا. انما بصل، لو لقوا بصلايه في الاكل والله ما يلمسوش. يعني ابني بالذات الكبير ما ياكلش اكل فيه بصل خالص. المحشي ده ما ياكلوش لانه بيبقى طبعا المحشي كله بصل، ما ياكلوهوش خالص. خد قلبي اهو. اللي وصل بقى اللحظه دي يا جماعه يحط لي لايك واشتراك بالقناه فضلا وليس امرا. اهو كبشه كبشه كده وتعصره وتصفي. تعصروا بقى العدس حلو وتصفوه، لان ما يبقاش فيه لا بصلايه ولا اي حاجه من دي. تشربي بقى العدس ده ما شاء الله كله فيتامينات وجميل وبيدفي. تشربي وتدفي. يعني انت لو الجو الايام ده برضو الجو وحش،
تعملي حلة العدس بقى وتشربوا براحتكم وتدفوا بقى تقعدوا تحت البطانية. انت بس ما تشربي طبق كده سخن بتلاقي الدنيا تمام، تلاقي جسمك كله دفع. معروف طبعا العدس في كل البلاد عندنا هنا. اهو كده خلاص. هو بقى السمك بتاعه اللي انا عملته ده انا كده خلصت اهو. السمك بتاعه انا بحبه خفيف، اللي انا بقول لكم اهو طبعا ما بتحبوا. اللي عايزه خفيف يعمله خفيف، اللي عايزه تقيل في ناس بتعمله تقيل خالص كده. هو اصلا كده كده ما احط فيه الشعريه دلوقتي هيتقل، بس احنا عايزينه شوربه كده، ما بنحبوش تقيل قوي اللي يبقى معاكي كده، لا. اه تروح حاطه بقى هنا بقى، ممكن تحط بقى الطريقه التانية اللي قلت لك انا حطيت زيت بس ونزلت عليه بشوربه العدس. لا ممكن بقى الطريقه التانية تحط تومه وتحط عليها الشعريه وتحمري وتروحي نازله بالعدس وتنزلي بقى ببهاراتك وحاجتك. بس بقى لو نزلت بقى في الطريقه دي بالشعريه تقعدي تقلبي حلو على طول، تقلبي عشان الشعريه ما تلزقش تحت، تلزق في الحله من تحت، لازم ايدك تكون فيه. انما كده لا، اول ما الزيت يقل من العدس يقلب اروح نازله عليه بالشعريه. شوف هو كأن في اللحظه دي بقى، بس انا قصيتها كان طف مني على الارض انا صريحه او بصريح معاكم، انا برفع العلاقات وراح طف على الارض، بس مسحت بقى الدنيا ورجعت لكم تاني. شوف بقى الشعريه زادت وملت الحله، والشعريه كبير كتير احنا بنحبها كتير برضو شوف بقى هيبقى بص تقيل خالص كمان عن ما يعني انا كنت عايزه اخفف عن كده. وهنبدأ هنا بقى كنت انا طبخت الرز، طبخت الرز بقى هنا وبدأت اغرف بقى عشان نتغدى وهوريكم منظر الاكل معانا. والله العظيم كان شوربه زي العسل، شبهكم كده يا حبايب قلبي يا 5 6 اللي بتتابعوني انتوا باذن الله تبقوا 10 و11 و12 و500 و600 و700 بس بقى ان شاء الله في المستقبل البعيد ولا القريب، الله اعلم على ساعه. والله العظيم بإذن الله مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، ودايما على طول لازم يكون عندكم الأمل وتحطوا كده أمل قدامكم إن ممكن على دقيقة واحدة بس ربنا بيغير الأحوال. يعني محدش يفقد الأمل، وكل واحدة بتسعى بإذن الله ربنا بإذن الله هيقف معاها. وهنعمل ايه بقى عشان نزق الدنيا وتمشي كده، فربنا معانا يا رب أجمعين. وبقى أنا بقولك اهو، لو موجودة عندك كل حاجتك ب20 جنيه تجيبي ربع كيلو عدس ب15 وتجيب 5 جنيه شعرية بس. لو متوفر بقى عندك كل حاجة، انما مش متوفر معاكي كده هتدخلي لك في 100 جنيه ولا حاجة عشان تجيبي رز وتجيبي مثلا بصل وطماطم والحاجات دي. بس انا عشان كان موجود عندي كل حاجة ما جبتش الا العدس والشعرية فقط لا غير. فربنا يعينكم يا رب ويعيننا على الدنيا والمعيشة. وهنا بقى ممكن نستبدل الناس اللي تاكلوا بعيش، لا احنا بنحب ناكله برز يا جماعة، الاكل اذواق. احنا بناكله بالرز وكل واحد طبق كده، احنا 5 كل واحد ياخد طبق كده، ولو عايزوا تاني مثلا بجيب لهم عادي. هما صغير عيال صغيرة يعني يشربوا الطبق ده كفاية عليهم، حلو بيشربوا يعني. وده المخلل انا اللي عاملاه، شوية مخلل يضربوا بتوع المطاعم بالشوز شوية مخلل زي العسل كنت عاملاه، والله عاملاهم ما شاء الله احلى شوية مخلل عملته في حياتي. وقطعتهم بقى كده بالبتاع اللي زي بتاع المطاعم دي وادولي شكل المطاعم، تقولي ده انت جايباه من احلى مطعم. نعود نفسنا بقى نعمل كل حاجة في بيتنا من غير المطاعم. وده سمك العدس اهو، والله العظيم كانوا شوية زي العسل، مش هقول لكم يعني على طعمه. دي سمك اهو. وبقول لكم يا جماعة بقى مع السلامة، وما تنسوش بقى تحطوا اللايك والاشتراك في القناة. وده منظر الاكل معانا، وخدوا قلبي يا حبايب قلبي، مع السلامة.